صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفونا فيه. المهم ان ربنا يجعل ايامكم كلها خير. هنتكلم النهارده عن اغرب واخطر هاكرز في العالم، واللي حيروا دول عظمى بجيوشها باجهزتها الاستخباراتيه. تابعونا. طبعا كلنا عارفين يعني ايه هاكرز وبيقدروا يعملوا ايه بالظبط، وبخلاف ان هو غلط اصلا، بس في ناس استخدمته في امور غريبة. انا عايز اقولك ان في السجون الامريكية شاب يعتبر مصنف من اخطر الهاكرز في العالم كله، وهو الجزائري حمزة بن دلاج. الشاب ده اثار جدل كبير جدا بعد اكتشاف عملياته، وده لعدة اسباب. اولها ذكائه، وده اللي مكنه نشر فيروس أصاب أعداد كتيرة جدا من الأجهزة حول العالم كله، واخترق عن طريقه أكتر من 200 بنك عالمي، وسحب منها أرصدة خيالية. الشاب العربي اللي عنده 27 سنة قدر يسحب من أرصدة البنوك اللي في العالم 4 مليار دولار. أيوة، 4 مليار دولار. طب عمل إيه بكل المبلغ ده؟ دي بقى تاني حاجة حيرت العالم كله. الشاب ده ما خدش الفلوس وعاش حياته، وزع المبالغ الكبيرة دي على مجموعة من البنوك لحساب الجمعيات الخيرية الفلسطينية. المدهش في حكاية حمزة دي إن هو حصل على تعاطف أعداد كبيرة جدا من الناس حوالين العالم، وعملوا حملات شعبية حوالين العالم للإفراج عنه، وعملوه بطل قومي. وإذا كان حمزة مسجل كأخطر هاكرز على مستوى العالم، ففي 2002 ظهر هاكرز خطير جدا دوخ ال FIB اسمه جاري ماكينون، وده اللي قام بأخطر اختراق أنظمة عسكرية في التاريخ. طب إيه حكاية الراجل ده؟ أنا أقول لك. جاري مهندس أنظمة معلومات، اتهمته أمريكا باختراق 97 جهاز من أجهزة الكمبيوتر، من أخطر الأجهزة في العالم، واللي بيضموا معلومات غاية في الدقة والحساسية. منهم اللي بيخص الوكالة الاستخباراتية الأمريكية ناسا، ومنهم اللي بيخص الجيش الأمريكي وأنظمة التحكم، وزارة الدفاع الأمريكية، ووكالة الاستخبارات للحكومة الأمريكية. حاجة كده ولا في الأفلام الأكشن. طيب جاري لما اخترق المواقع دي كان هدفه إيه؟ ويا ترى إيه اللي لقاه وكشف عنه جاري؟ أنا أقول لك. كان بيقول إن هو كشف معلومات بيتم التستر عليها من الجيش الأمريكي، أو ما يعرف بحركة الطاقة الحرة وحركة الجسم الغريب. ده كان الهدف، لكن اللي حصل إنه حذف وأتلف كتير من الملفات المهمة والحساسة والخطيرة للمؤسسات دي، واللي فاتورة استرجاعهم كلفت الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ده $1,000,000. طيب إيه اللي لقاه جاري وتصنف على إنه معلومات خطيرة؟ جاري بيقول إنه لقى جوه الأجهزة دي وثائق مهمة بتتستر عليها الولايات المتحدة الأمريكية. الوثائق دي بتتعلق بالأجسام الطايرة المجهولة، وبتثبت وجود الكائنات الفضائية. وفي بريطانيا بقى سنة 1994، وبنفس الهدف اللي بسببه قرر جاري اختراق أجهزة الجيش الأمريكي ووكالة ناسا. قرر الصديقين ماثيو بيفان وريتشارد براديس اختراق عدد من الشبكات العسكرية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، بالإضافة لاختراق النظام العسكري لكوريا الشمالية ومعهد الأبحاث الذرية، وقدروا يحصلوا على معلومات غاية في السرية. وزي ما عمل جاري عملوا الشابين دول، أتلفوا وحذفوا كتير من الملفات الخطيرة كانت ساعتها هتتسبب في كارثة عالمية. اللي حصل إن هم اخترقوا مشروع النووي الكوري، وكان مصدر الاختراق متسجل في قاعدة جوية أمريكية استخدمها الولدين أو الشابين كواجهة لعمليات الاختراق. وده اللي أدى لخلاف كبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا، واللي ساعتها كوريا اتهمت أمريكا إنها بتتجسس على منشآتها النووية، وتهدد العالم كله بنشوب حرب عالمية ثالثة. من بين عمليات القرصنة الإلكترونية واللي خدت أكتر شهرة، العملية اللي قام بيها جينسون جيمس أنشيتا سنة 2004، واللي قدر فيها يتحكم في 500,000 جهاز كمبيوتر حوالين العالم كله، ومنها أجهزة الجيش الأمريكي، واللي تحس إن الجيش الأمريكي ده ملطشة للهاكرز كلهم. وبدأ بعدها الإعلان عن بيع خدماته بتأجير المواقع للآخرين، سواء بالإعلانات أو توجيه رسائل معينة. وبعدها تم القبض على جينسون بتظاهر عميل لل FIB إن هو هيشتري خدماته، وتم الإيقاع بيه وتم محاكمته، وقضى 5 سنين في السجن بتهمة الاحتيال والقرصنة. كيفن بولسن صحفي أمريكي ومدير تحرير وصاحب موقع مهم من المواقع الكبرى اللي بتتكلم عن الأمن المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ده حاليا
لكن كيفن بولسن هو نفسه دارك دانتي، الشاب اللي رغم صغر سنه قدر يخترق أجهزة البنتاجون أو وزارة الدفاع الأمريكي تاني، والكلام ده سنة 88، واللي اتقبض عليه بتهمة القرصنة الإلكترونية. وقتها تم إطلاق سراحه عشان كان عمره وقتها 17 سنة، لكنه رجع بعدها واخترق أهم أجهزة الحكومة المهمة. كشف عن ملفات سرية حساسة، ومنها ملفات بتتعلق بالرئيس الفلبيني المخلوع فرديناند ماركوس. وكمان وقتها اخترق مسابقة مهمة لمحطة إذاعية شهيرة، وقدر يتلاعب فيها ويكسب عربية بورش ورحلة سياحية ومبلغ مالي قدره 20,000 دولار. وبعدها اتقبض على بولسن واتمنع ان هو يستخدم اي جهاز كمبيوتر لمدة 3 سنين، وده اللي وجهه للعمل في الصحافة وبداية حياة مختلفة وتثقيف الناس في الأمن المعلوماتي. وبقى اسمه زي ما قلت لكم كيفن بولسن. جرائم الأطفال الإلكترونية كتيرة وما نقدرش نحصرها، وعايز أقول لك إن 90% من الهاكرز حوالين العالم بدأوا في سن المراهقة، بخلاف بولسن. كان في ولد تاني أصغر عنده 15 سنة ظهر في سنة 2002، وكان مسمي نفسه ساعتها ابن المافيا. قدر الولد ده إنه يهدد حركة التجارة الإلكترونية وإنه يقلق أصحاب المشاريع والمستثمرين حوالين العالم كله. الاسم الحقيقي للولد ده مايكل كالسي، واللي اتمكن ساعتها من اكتشاف ثغرة يمكن من خلالها السيطرة والتحكم في أكبر المواقع الإلكترونية. الاكتشاف ده خلاه يوقف أهم المواقع من الظهور على محركات البحث، زي مثلا ياهو وأمازون وديل وعدد من المواقع الشهيرة التانية. وده تسبب في خسارة المواقع دي لأكتر من 7 مليار دولار نتيجة حجبها عن الظهور للجمهور. العملية اللي قام بيها الطفل مايكل خلت الرئيس الأمريكي نفسه كلينتون يؤمر بالقبض عليه، ده بخلاف دول كتيرة قوي في العالم قررت تعمل تشريعات وقوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية. ومن بين أكبر الهاكرز على مستوى العالم كيفن ميتينج، واللي بدأ عملياته في الاختراق في نفس السن تقريبا، واتهموه سنة 1981 باختراق أجهزة شركة من أكبر الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد سنة واحدة قدر يخترق أنظمة قيادة الدفاع الفضائي الأمريكي، الحادثة اللي اتعمل عليها فيلم وور جيمز. بعدها اخترق أنظمة شركة DIC وأخد نسخة من برامجها، وتسبب ساعتها في خسارة كبيرة للشركة. وبعدها اتقبض عليه واتسجن، وبعد إخلاء سبيل ورجع اخترق أنظمة البريد الصوتي لشركة باسيفيك بيل. قدر كمان يسيطر ويتحكم في أجهزة الشركة ويتحكم في الشبكة ككل. واتقال كمان إن هو ما كانش بيستغل البيانات اللي كان بيوصل لها عشان يتربح منها، وكان بيحاول بس يثبت من خلالها إن الاختراق ده أمر سهل جدا. على الرغم من كده كان ميتينك من أشهر المطلوبين أمنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل اتقبض عليه من جديد واتحاكم بعدة تهم منها الاحتيال. وزي ما ابتدى كيفن ميتينك بداية تشبه بداية مايكل بولسن، انتهى دلوقتي ان هو بقى بيشتغل في مجال الحماية كمستشار ومؤلف كتب ومحاضر في الامن السيبراني. من المجرمين العتاولة في المجال ده ألبرتو جونزاليس، واللي بدأ نشاطه في المرحلة الثانوية بتكوين فريق من المهووسين بالكمبيوتر، وقدر هو في سن 22 سنة ان هو يسرق عدد كبير من بطاقات الائتمان ويسحب أرصدة تعدت $1,000,000. وده أدى بالقبض عليه تهمة الاحتيال وسرقة ملايين الحسابات. علشان ما يتحبس أصبح جونزاليس عضو في المخابرات السرية، وتم عن طريقه القبض على كتير من المخترقين منهم أعضاء في فريقه. بالرغم إن هو اشتغل مخبر سري ما وقفش أنشطة فريقه، وسرق أكتر من 180 مليون حساب، منها حسابات لشركات كبيرة. وفي 2015 اتحاكم تاني بتهمة سرقة فريقه 256 مليون دولار من شركة TGX، واتوصفت عملياته إنها عمليات منقطعة النظير. جونزاليس بيقضي حاليا عقوبته السجن لمدة 20 سنة، والمقرر إن هو يخرج سنة 2025. بس كده. وفي النهاية أحب أشوف رأيك في كومنت سواء مؤيد أو معارض للقصة. مجرد تعليقك وتفاعلك شرف ودعم ليا. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.